السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق القارة المغربية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. في الفيديو ده هنتكلم على موعد مباريات المنتخب المغربي للفوتسال في بطولة ألعاب التضامن الإسلامي اللي هتكون في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في مدينة الرياض من فترة إلى 4 إلى 11 إن شاء الله خلال الشهر القادم. طبعا البطولة اتقسمت إلى مجموعتين، عندنا 8 منتخبات مشاركين في هذه البطولة، اتقسموا إلى مجموعتين، مجموعة أولى ومجموعة ألف ومجموعة ب. المجموعة الأولى ضمت كل من السعودية وليبيا وأوزبكستان وأذربيجان. المجموعة الثانية ضمت كل من المغرب وإيران وأفغانستان وطاجكستان. نتمنى بقى كل التوفيق والتفوق على منتخب إيران عشان إن شاء الله في التصنيف العالمي القادم نشوف منتخبنا المغربي في مستوى الرابع او الثالث او الخامس على الاقل عالميا، بعد هو حاليا طبعا ترتيبه السادس عالميا، ومنتخب ايران الخامس عالميا. طبعا مجموعه المنتخب المغربي بالنسبه للتصنيف العالمي، منتخب ايران في المقدمه، او هو متسابق سابق المنتخب المغربي بتصنيف وحيد فقط، يعني هو خامس عالميا، ومنتخبنا المغربي سادس عالميا، ومنتخب افغانستان 33 عالميا، ومنتخب طاجكستان في المرتبة ال 46 عالميا. البطولة إن شاء الله أو مباريات المنتخب المغربي للفوتسال هتبدأ يوم الثلاثاء 4/11 إن شاء الله تعالى في المملكة العربية السعودية. زي ما قلت لحضراتكم الموعد المباريات هتكون البطولة يوم الثلاثاء 4/11. المباراة الأولى مع منتخب إيران الساعة 11 صباحا بتوقيت المغرب، الساعة 1 بتوقيت مكة المكرمة. المباراة الثانية هتكون يوم 6 نوفمبر، هتكون المغرب وطاجكستان، هتكون الموعد الساعة 1:30 بتوقيت المغرب، الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة. المباراة الثالثة هتكون يوم السبت 8/11، هتكون المغرب وأفغانستان الساعة 1:30 بتوقيت المغرب، والساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة. كل التوفيق للكابتن هشام الدكيك ولاعيبة المنتخب المغربي للفوتسال. ومن قبل هذه البطولة من الآن، يعني من قبل البطولة بأسبوع أو 10 أيام إن شاء الله، المنتخب المغربي هو اللي هيكون حامل لقب هذه النسخة. مش مع احترامي للجميع طبعا، لكن هو تعتبر هو اللي واقف على رجليه أو مستواه ثابت، أو ما شاء الله قدر يتغلب على منتخب أسبانيا، وقدر يتغلب على منتخب البرتغال، وقدر يتغلب على منتخب البرازيل خلال طبعا، ولسه يتغلب على أسبانيا من أيام. منتخب ثابت، منتخب مستواه ثابت جدا، ومع احترامي لكل المنتخبات المشاركة، لكن هو أفضلهم بالنسبة لكرة القدم داخل القاعة. كل التوفيق إن شاء الله لأسود القاعة المنتخب المغربي للفوتسال. شكرا لحضراتكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله.